عادت صحيفة لاس الإسبانية لتناوش في ملف المغربي إبراهيم دياز، وكأنها صوت ريال مدريد كليا، مع أن هذا المعطى قائم بالفعل، إذ قالت إن المغرب يمكنه أن يحصل على خدمات إبراهيم دياز اعتبارا من 1 يناير في كأس إفريقيا، ويمكنه أن يلعبها حتى 11 يبراير عشية مباراة ذهاب الدور الثمن لعصبة أبطال أوروبا. وشددت الصحيفة على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المغربي تعمل على تغيير جنسية لاعب ريال مدريد تحت أنظار الفيفا، الظرف الذي إذا تحقق بسرعة اهتمام المغرب بإبراهيم معروف منذ أشهر، لكن العملية برمتها يجب أن تحظى بالطبع بموافقة اللاعب. يمكن أن يترك ريال مدريد لمدة 6 أسابيع في كأس إفريقيا، ووفقا للوائح الفيفا ستتمكن المنتخبات من جمع لاعبيها معا اعتبارا من يوم الاثنين.